القضية. السلام عليكم. حديثنا في هذه الليلة عن الاختلاف في الرأي على ما ورد في كل الحلقات السابقة. أنا بشكل طبيعي لا يمكن أعتقد أو أصدق إنه كل الناس راح تتوافق معي في كل اللي حكيته، لأنه هذا طبعا مستحيل. ولكن بدي أبين بعض نقاط الخلاف اللي ممكن يفكروا فيها الناس، وأحاول ألقي عليها بعض الضوء. في ناس ممكن يقول إنه الوقت غير ملائم بالنسبة إلنا كشراكسة في الشتات، في حراك سياسي كبير جدا في الأردن وسوريا وتركيا وكل بلدان الشتات. أيضا في حراك سياسي في روسيا، سمعنا عن الانتخابات اللي حصلت والمظاهرات اللي قامت ضدها والاعتراضات اللي قاموا فيها كثير من اليساريين ضد روسيا الفيدرالية على الانتخابات اللي صارت. وهذا طبعا مدعاة إلى الاختلاف ومدعاة إلى الفوضى، ربما تثير مخاوف بعض الناس، أو خلينا نقول كثير من الناس. ما في شك أنه حجة قوية، ولكن الجواب عليها هو أنه قضيتنا نحن ما إلها علاقة مباشرة بأحداث وقتية ظرفية. هذه قضية عمرها مئات السنوات، والعمل فيها راح يستمر سنوات طويلة، فبالتالي لابد وأن أنه يكون في له عثرات، ويكون في له يعني يمر بظروف سياسية، منها ما هو سلمي ومنها ما هو غير ذلك. في ناس أيضا ممكن يقول أنه ما في جدوى من العمل، لأنه شو ما عملنا الروس أو روسيا الفيدرالية لن تصغي إلى شيء من مطالبنا. و يعني بيعززوا هذا الكلام بكثير من المحاولات اللي حصلت في تتارستان وفي داغستان وفي باشكورتستان وباقي الجمهوريات اللي بقيت تحت الحكم الروسي، وخاصة مثلا قضية الشيشان. هذا الكلام أنا اللي بجاوب عليه بكل بساطة أنه ممكن إذا أثرنا القضية نحن بالطريق السلمي السياسي الإعلامي الناجح، نخلق حالة من التأييد لقضيتنا، بحيث أنه نحرج الروس، نحرج روسيا إحراج كبير جدا حتى تقبل ببدء الحوار معنا. وطبعا في دليل على بدء الحوار اللي هو الزيارة اللي حصلت واللي تحدثت عنها سابقا يوم 16/5 إلى الدوما الروسي من قبل السيد سمير قردن والسيد خردين هاكوز. الحجة الثالثة اللي ممكن يبدوها الناس أنه هذا التحرك ممكن يسيء إلى إخوتنا الشراكسة في الوطن الأم، وهذا طبعا جائز، إلا أنه يعني إحنا بنعلق عليهم آمال كبيرة لأخواننا اللي هناك، وبنعلق عليهم اهتمام أكبر، لأنهم هم حرس الأرض وهم حماة الديار، وهم اللي صامدين في وجه كل التحديات وفي وجه كل الظلم اللي أحاق فيهم تاريخيا. ربما تكون ظروفهم الآن تحسنت، ولكنها بعيدة عن الظرف الأمثل خلينا نقول. أيضا هذا الضغط اللي ممكن يحصل عليهم، إحنا في عملنا يجب أن نؤكد على أنه صادر عن شراكسة الشتات ولا علاقة لشراكسة الوطن الأم فيه، وهذا الكلام إحنا أكدنا أكثر من مرة. نقطة أخرى قد يثيرها البعض، وهي أنه التحرك ضد روسيا أو إثارة قضية ضد روسيا الفيدرالية في هذا الوقت قد يفسر من قبل البعض على أنه لعب في ساحة أعداء روسيا.
مش سر أنه في كثير من القوى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تسعى الآن إلى إبقاء روسيا في حالة فوضى سياسية وحالة فوضى اقتصادية، وتخلق لها المشاكل، لأنه روسيا هي وريثة الاتحاد السوفيتي، وبالتالي إذا استردت عافيتها وقوتها العسكرية ستصبح أيضا في موقع اللي تتقاسم فيه الهيمنة على الدنيا وعلى مقدرات العالم مرة أخرى مثل ما فعل الاتحاد السوفيتي. اللي احنا بدنا نقوله، احنا في حديثنا وفي عملنا على قضيتنا يجب أن نحرص، وحرصت وقلت هذا الكلام أكثر من مرة، يجب أن نحرص على نقاء توجهاتنا. إذا استعنا بأحد لا نستعين به إلى الحد الذي يصبح من حقه أن يملي علينا تصرفاتنا وشروط عمله. نأخذ ممن نريد بقدر ما نحتاج وبالقدر الذي لا يعطي له علينا سيادة. الخلاف بعد كل هذا أمر مرحب فيه، لأنه الخلاف يخلق نقاشات، والنقاشات تفضي إلى آراء قد لا تكون تخطر على بال من هم متفقون في رأي معين، لأن الخلاف يبرز نقاط أو توجهات أو آراء أو أي أفكار أخرى قد لا تكون خطرت على أصحاب الفكر الواحد. هذا ممكن أن نستغله في أيضا خلق اهتمام عالمي. يعني لما يشوفوا الناس نقاش على الفيسبوك وعلى تويتر وغيره، وبتجاوبوا الناس، بتبادلوا إيميلات فيها آراء متعددة، هذا بيخلق حالة من الاهتمام العالمي، وبيخلق نوع من الرغبة في المشاركة في الإدلاء بهذه الآراء. لكن اللي يجب أن نحرص عليه هو الإبقاء على مستوى النقاش، على مستوى الحوار، على مستوى ما يليق بقضيتنا النبيلة الكبيرة الرائعة. نبتعد عن الإسفاف قدر الإمكان، ونبتعد عن اغتيال الشخصيات كما يقال. نقطة أخيرة في هذا المجال، هناك مقولة للشيخ مصطفى الزرقاء اللي هو وضع القانون المدني الأردني، كتب في حديثه عن الشريعة الإسلامية وفي اختلاف المذاهب وتنوعها، إنه مثل قاعة فيها عدة كراسي يختار الإنسان ما يريحه من للجلوس عليها على أحدها. فهذا موقفنا نحن من موضوع الاختلاف. أنا بحب أضيف كلمة صغيرة هنا، أنه مؤخرا الحراك السياسي شكل لجنة اسمها لجنة القضية، وهذه اللجنة عقدت أولى جلساتها قبل أيام، وأنا في الحقيقة كنت سعيد جدا بأني يعني تشرفت بحضور هذا اللقاء. كان في مجموعة من الشخصيات أصحاب التجربة والخبرات والمناصب الرفيعة اللي أهلتهم أنه يتحدثوا في مثل هذا، ومجموعة من المثقفين بثقافة عالية جدا حقيقة. وكان في أيضا مجموعة من نشطاء الشباب اللي أحبوا يحضروا وحبوا أنهم يدلوا بدلوهم آراء نيرة استطعنا فيها أن نقف على ما يريده الشباب وما يريده الجيل الصاعد حقيقة، لأنه معظم اللي كانوا قاعدين يعني على الطاولة هم من جيلي ويمكن في أكبر، يسامحوني طبعا. فهذا بدل على أنه صار في الآن ديناميكية، صار في حركة، صار في اهتمام، وصار في رغبة في العمل على ما يسمى بالقضية بشكل خاص. يعني أن نكتفي بما كتبناه في التاريخ وفي الأدب وفي طبعا التراث والفولكلور إلى آخره، ونبدأ بالعمل على هذه القضية. طبعا هذا لا يعني ولا يلغي أي من التوجهات الأخرى، ولكن يجب يكون التركيز الآن على
موضوع القضية. أشكر لكم استماعكم، وألقاكم في الحلقة القادمة والأخيرة. شكرا.